بين من ذاق طعم العالمية منذ زمن وسافر بعشاقه نحو آسفي لاصطياد القرش المسفيوي ومعه الدوري المغربي، وبين من تسيد واستأسد لعدة جولات ليرتدي ثوب البطل بكل شجاعة، دارت رحى آخر جولة من دوري مغربي يرفع من فاز به هذا الموسم نحو مصاف العالمية. ومن أجل مثل هذا الشرف حضر هؤلاء، وبكل براءة شجع أولئك. ملعب ثانية ترمل أراده المغرب التطواني منصة انطلاق نحو العالمية، أما أولمبيك أسفي فهيأ ملعب المسيرة الخضراء ليكون مقبرة يدفن فيها أحلام الرجاء لينعتق من حسابات النزول والبقاء. ولأن فريق الحمامة البيضاء يدرك تماما أنه لا غنى له عن التحليق فوق مرمى الضيوف، هكذا فعل حين بعث بعبد المولى الهردومي كي يضع بيضة أولى في شباك نهضة بركان. مغرب تطواني فائز ورجاء بيضاوي حائر أمام فريق يخشى حسابات الهبوط المقيت. ثانية درمل يشتعل مرة أخرى، والسبب عبد المولى الهردومي يضع بيضة ثانية في سلة بركان. وفي أسفي فقناصها رفيق عبد الصمد يصيب النسر الرجوي بسهم هدف قد يكون قاتلا. شوط أول منح الدوري والعالمية لمغرب تطوان، وأبقى أولمبيك أسفي في قسم الكبار وجعل أحلام الرجاء في خبر كان. جزء المباراة الثاني لم يفقد فيه النسر الأخضر القدرة على التحليق، فأقحم أحد فراخه كي يعدل الكفة، ورأسية محسن ياجور لم تكن لتهز الشباك. وفي تطوان نهضة بركان أشعل البركان بتسجيله هدفا قلص به النتيجة وأرعب به لاعبي تطوان. ومع توالي دقائق الساعة ودقات القلوب فلا الرجاء أفلح في تعديل الكفة ولا المغرب التطواني استطاع توسيع الفارق، لكن صافرة الحكمين كانت الفيصل في منح اللقب الثاني والعالمية الأولى للمغرب التطواني، وإنصاف القرش المسفيوي الشجاع، وقتل أحلام الرجاء البيضاوي المرتبك، وكأنها تقول له: ما طار نسر وارتفع إلا كما طار وقع.